دي هي شي فتاة احلام كل سنجل بائس وحيد زي احدهم كده صديقي الاوتاكو. البت ما شاء الله عليها دحيحة ولبقة ورياضية وممتازة ومتواضعة وفوق كل ده زي القمر، يعني حاجة كده فول اوبشنز، لدرجة ان الولاد زمايلها مسمينها الملاك شي. بس حياتها بتتشقلب 180 درجة لما بتقابل الواد الانطوائي جي. فكمل معايا الفيديو دلوقتي عشان تعرف حكايتهم. بيبدأ الانمي مع جي وهو ماشي بالليل في اجواء ممطرة جدا، وفجأة بيشوف شي قاعدة لوحدها من غير مظلة والمطر بينزل عليها، فبيبص لها كده وهي بتبص له كده، بس مش بتحصل اي حاجه كده ولا كده. هي خساره العشر ثواني اللي ضاعوا من عمر دول صديقي الاوتاكو. وبيلف جي عشان يمشي، بس في اخر لحظه بيطلع الراجل اللي جواه اخيرا، وبيقرر يروح يحط المظله فوق راسها، وبيقول لها انت قاعده كده ليه؟ انت ممكن تمرضي كده. فبتقول له تسلم على اهتمامك والله، بس انا اللي قاعده هنا بمزاجي، فورينا عرض كتافك وشوف بقى انت رايح فين يا اخويا. صحيح خيرا تعمل شرا تلقى صديقي الاوتاكو. بس الفنان دماغه بتطلع ناشفه وبيديها المظله وبيقول لها روحي بيها عشان ما يجيلكيش دور برد ولا حاجه. بس تاني يوم بيجي له هو دور البرد ده. ادي اخره الجنتله يا نجم. فبيقول له صاحبه كاو انت مش كان معاك مظله ياض؟ جالك دور برد ازاي؟ فبيقول له انا اديتها لشخص ما. فبيتصدم كاو وبيقول له انت بتدي مظلتك لشخص والدنيا بتمطر جامد كده؟ انت قلبك بقى رقيق وحنين كده ليه؟ لا اعترف يا جبان. فبيقول له يا عم دي مساعده بسيطه يعني عشان اكسب ثواب بس مش اكتر. اللهم قوي ايمانك يا فنان بجد. وبعد كده بتيجي شيل فصل، فبيتصدم جي لانه ما كانش يعرف انها زميلته. وبعدها بيروح، بس الصادم ان بيلاقيها واقفه قدام شقته وبتقول له خد المظله بتاعتك اهي وشكرا جدا ليك. فبيقول لها العفو ولا حاجه. فبتلاحظ انه تعبان وبتقول له انت جالك دور برد. فبيقول لها دي حاجه ما تخصكيش على فكره. فبتقول له ما تخصنيش ازاي يعني؟ انت مرضت بسببي عشان اديتني مظلتك. فبيقول لها يا ست مالكيش دعوه انا كويس. بس قبل ما يكمل كلامه بيدوخ كده، فبتروح تسنده وبتقول له دي الكلمه ما طلعتش حتى من بقك يا جدع، انا هدخل معاك البيت اساعدك كرد للجميل بتاعك. وبتاخد المفتاح تفتح الباب وبتشوف قدامها مقلب زباله حرفيا. فبتقول ايه الزريبه اللي انا فتحتها دي؟ وبتقول انها هتطلع بره عقبال ما يغير هدومه وبعد كده هترجع. وبتمشي شي وبتدخل شقتها اللي سبحان الله بتطلع جنبه خبط لزق. فبيقول في نفسه واه الملاك شي بنفسها طلعت مش بس زميلتي، لا وجارتي كمان. انت كنت نايم على ودانك ولا ايه يا فنان؟ لا صحصح كده وفوق معانا. وبعد كده بيفوق جي فعلا وبيلاقي شي جنبه وحاطه كمادات على راسه. وبتساله انت جعان؟ فبيقول لها ايوه. فبتقول له انا عملت لك عصيده الرز، ودي يا صديقي الاوتاكو الاكله الرسميه للعيانين في اليابان، يعني زي شوربه الخضار عندنا كده. وبتدي له ترمومتر وبتقول له قيس حرارتك الاول. فبيرفع التيشيرت عشان يحطه تحت باطه وعضلات بطنه بقى بتبان. فبتتحرج البت الخجوله دي وبتقول يو بقى مش كنت تستناني لما امشي الاول؟ فبيقول في نفسه لا البت طلعت كيوت فعلا بخدودها الحمرا دي زي ما العيال بيقولوا عليها، حتى انت بقيت حساس يلا. وبعد كده بتحط له طبق عصيده رز كبيره كده، فبيقعد متنح في الطبق. فبتقول له انت مستني اجي اكلك في بقك ولا ايه ياض؟ لا انا مش بتاعت الكلام ده، قدوه في الاخلاق والله يا فنانه تستحق الدفن يعني. فبيقول لها تهدي اتنشن انا ما نطقتش اصلا. الفكره اني مستغرب ازاي طبخت بشكل كويس كده. فبتقول له عايشه لوحدي بقى فلازم اتعلم الطبخ والتنظيف كمان عشان شقتي ما تبقاش زريبه زي شقه احدهم كده، واخد بالك انت؟ اجلدي يا فنانه ما هو يستحق بصراحه. وبعد ما بياكل وبيعبي الكرش بيقول لها ممكن اسالك سؤال؟ انت ليه كنت قاعده لوحدك امبارح بالشكل ده؟ حبيبك خزوقك ولا ايه؟ فبتتعصب وبتقول له مش انا اللي اتخزوق يا روح خالتك، وبعدين انا ما عنديش حبيب اصلا، بتتبلى عليا ليه؟ فبيقول لها انت بيرفكت في كل حاجه، يعني اكيد مرتبطه بشاب او اتنين. فبتقول له اتنين كمان؟ انا مش شمال زيك يالا عشان اعمل كده. اجلديك الاكيد تاني مره يا فنانه ما هو يستحق برضه الحقيقه. فبيقول لها خلاص ياما انا اسف بالراحه بقى. فبتقول له ماشي. وعموما ردا على سؤالك انا كنت بحاول استرخي واصفي ذهني بس. وتاني يوم بيشوفها جي في المدرسه بس طبعا مش بيكلمها. وبالليل بيكون واقف في بلكونته يشرب حاجه. فبتقول له من بلكونتها. فبيقول لها مشروب هلامي لتجديد الطاقه. فبتقول له بتتعشى بمشروب هلامي؟ ده انت هتموتني نقص عمر وربنا يالا، استناني لحظه. وبعد كده بتخبط عليه وبتديله طبق فيه كل خيرات الله. فبيقول لها ده ايه ده؟ فبتقول له حاجه خفيفه كده، انا مش قصدي حاجه ما تفهمنيش غلط، انت بس بحياتك المثيره للشفقه دي صعبت عليا فقلت اساعدك. وبعدين الجيران اللي بعدهم برضه، طب ما تعترف انك بتحبيه وخلصينا بقى يا فنانه. فبيقول لها تمام انا هقبلها، الواحد مش بتجيله فرصه الاكل من ايد ملاك كل يوم برضه. لكنها بتتعصب فجاه وبتقول له ما تقولش كلمه ملاك دي. فبيقول لها خلاص انا اسف يا شي. وتاني يوم بتديله طبق جديد فبيتصدم وبيقول لها ده ايه ده؟ فبتقول له عادي انا بعمل عشاء كتير ليا. فبيفيض وبرميه بس قلت انت اولى بقى المره دي. فبيقول لها اهي كده معقوله شويه. وبيستمر الحال ده كل يوم لمده طويله جدا. وفي احد الايام بيروح جي السوبر ماركت وبيلاقي شي هناك. فبيقرر يرد لها الجميل وبيشيل شنطه المشتريات بتاعتها عشان يوصلها لها وبيسبقها عشان ما يمشوش مع بعض وحد يشوفهم ويتكلم عنهم كده ولا كده. وبعد كده بتسمع شي صوت دوشه فبتروح تخبط عليه وبتلاقيه بيعاني وبيقول لها مش عارف انضف الشقه. فبتقول له خلاص اوعى انت يا خيبتها وانا هنضف مكانك. وبعد كده بتعلمه ازاي ينضف شقته مستقبلا وما يراكمش لحد ما تبقى مزبله كده. وفي نهايه اليوم بتتحول الشقه 180 درجه وبتبقى
بتبرق كده من التنظيف، وبيعزمها هو بقى على بيتزا رايقه كده كتعبير عن الشكر لمجهودها الجبار ده. فبتاكل منها وبتعجبها جدا، وبعد كده بتشكره وبتمشي. وبعدها بيشوف جيشي قاعده في الجنينه لوحدها ومتضايقه كده، فبيروح يسالها مالك، فبتقول له مفيش. فبيقول لها امال شايله طاجن ستك كده ليه يا بت؟ فبتقول له مالكش دعوه، وبيلاحظ شعر على هدومها. فبيقول لها انت كنت بتلعبي مع قط ولا ايه؟ فبترد اخيرا وبتقول له لا مش بلعب، كان في قطه علقه على الشجره وانا كنت بحاول انقذها. فبيقول لها طب ما تقولي كده من الصبح، استني مكانك انا لحظه وجاي. وبيجي معاه شنطه اسعافات اوليه كده. فبتقول له ده ايه ده؟ فبيقول لها هعالج رجلك المصابه دي، وبالفعل بيحط كمادات تلج على رجلها. فبتقول له انت طلعت ليك فايده اهو. فبيقول لها اكتمي يا بومه بدل ما داش من رجلك التانيه، وبعدين ده انا كنت هعمل معاكي موقف رجوله دلوقتي. وبيديها بنطلون وهودي تلبسهم. فبتقول له ده ايه دول؟ فبيقول لها البسيهم عشان محدش يعرفك وانا شايلك. فبتاخد الصدمه بقى وبتقول له شايلني؟ فبيقول لها عايزاني اسيب بنت مصابه في رجلها تمشي؟ الله على اخلاقك يا فخر العرب، دخلت في عناية يخرب بيتك. وبالفعل بيشيلها على ظهره وبيوصلها لحد الشقه بتاعتها. فبتقول له شكرا جدا، مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه بصراحه. فبيقول لها كلبس بجنيه. وبيدخل شقته قبل ما تهبد عليه القلشه المعفنه دي. وتاني يوم بترجع له هدومه ومعاها وجبه كتعبير عن الشكر. فبيبص على الوجبه وبيلاقيها كروكي. فبيفرح جدا وبيقول ايوه بقى دي اكلتي المفضله. فبتقول له سخنها في الميكروويف قبل ما تاكلها عشان طبختها امبارح. فبيحبط وبيقول بس انا كنت عايز اكلها طازه، لا حاجه تقطع القلب بصحيح يالا. فبتقول له هو اكل وبحلها يا روح خالتك. فبيقول لها خلاص يا ست الكل انا اسف، بايته امري لله بقى. بس البت بتطلع حنينه برضه وقلبها قلب خصايه. وبتقول له خلاص بطل صياح، عندي فكره، انت اشتري المكونات وانا هاجي اطبخها لك في بيتك، ايه رايك بقى في الفكره دي؟ فبيقول لها ده كده عظمه قوي، بس لحظه انت مش خايفه تبقي في بيت شاب كده لوحدك؟ فبتقول له لا يا قلبي، انت لو فكرت تعمل حاجه كده ولا كده هرزعك شلوت في الحته الفاضيه، يعني هبوظك خالص، فهمني يالا. فبيقول لها لا كله الا مستقبلي، الطيب احسن برضه. فبتقول له ايوه اظبط كده، يعني غير كل المميزات اللي فيها طلعت مسيطره كمان، لا فول اوبشنز بجد مش هزار البت. وبتقول شيل جي على شروطها لحوار الطبخ ده، زي مثلا انه هيدفع لها مبلغ معين مقابل طبخها ليه يوميا، وانهم هيتسوقوا مع بعض عشان يجيبوا المكونات وهياكلوا مع بعض الوجبه اللي هتتعمل. وبالفعل تاني يوم بتبدا شي الشغل على طول. وبتقول له جي النهارده الاكل على ذوق انا. فبيقول لها والله يا بنتي طالما حاجه هتطبخ موافق، انا زهقت من الاندومي والفاست فود اصلا اللي باكلهم دول. فبتقول له حس كده بقى طير من هنا وسيبني ابدع براحتي. فبيمشي وبيقعد يتفرج عليها من بعيد وهي بتطبخ، وبيقول في نفسه انا حاسس ان لقيت مراتي. فبتبص له وبتقول له بطل تفكير في حاجات منحرفه يالا يا فاسق. فبيتصدم وبيقول في نفسه هي بتعرف تقرا الافكار كمان ولا ايه؟ دي شويه وهتطلع نار من بقها يا فنان، اسكت بقى. وبتعمل له وليمه حرفيا. فبياكل منها وبيكون هيعيط من جمال ولذاذه الاكل. فبتفرح شي جدا لما بتشوفه مستمتع باكلها. وبعد كده بيسالها وهو محرج انت بجد هتطبخي كل يوم لشخص مش بتحبيه؟ فبتقول له عادي، انت حياتك مش صحيه فانا بعتبرها مساعده وبكسب فيك ثواب. فبيقول لها طب ما تكسبي فيها ثواب وتتجوزيني. فبتقول له نعم يا روح خالتك. فبيقول لها كدب تبرير والله يا فنانه، بهزر. فبتقول له احنا في نوفمبر اصلا يالا. فبيقول لها ما تدخلينيش في تفاصيل لو سمحتي. وبعد كده بيمتحن جي الكويز بتاعه. فبيجي كاو يساله ايه الدنيا؟ فبيقول له نص نص، مش حلو بس مش وحش. فبيقول له كاو نفس الكلمتين بتوع كل مره، وفي الاخر بترتيب على الدفعه يالا. فبيقول له يمكن عشان انا بذاكر مش زي احدهم كده مقضيها مع المزز، قصف جبهه شامل كامل ده. وبعد كده بتيجي شو الكتكوته بتاعت كاو وبتقول لجي ما ترتبط بقى يا جدع، عايز ابقى صاحبه حبيبتك. فبيقول لها ده على كده امها داعي عليها بقى اللي هتبقى حبيبتي، ده تفجير جبهه مش مجرد قصف بس صديق الاوتاكو. وبعد كده بيشوف جي بطاقه شي اللي وقعت منها بالغلط، وبيعرف ان عيد ميلادها بعد 4 ايام. فبيروح يسالها انت نفسك في حاجه معينه؟ فبتقول له اشمعنى يعني؟ فبيقول لها لا مجرد فضول مش اكتر. فبتقول له ماله يا اخويا، عموما انا نفسي في سنانه للسكاكين. فبياخد الصدمه بقى وبيقول في نفسه ده ايه الطلب المتخلف ده يا جدعان، بس بيصمم يجيب هديه عادله. فتاني يوم بيقابل كو شو وبيقول لهم انه عايز يجيب هديه لبنت معرفه كده، بس طبعا مش بيقول انها شي. فبيقترحوا عليه كذا حاجه زي مثلا هاند كريم عشان ايدها تفضل ناعمه، او دبدوب عشان البنات بتحب الحاجات دي. وبالفعل بيجي عيد ميلاد شي فبيديها جي الهديه. فبتتصدم وبتقول له عرفت منين ياض؟ فبيقول لها بالصدفه وربنا من بطاقتك. فبتقول له عموما انا مش بحتفل بعيد ميلادي. فبيقول لها خلاص يا بومه اعتبريها عربون شكر على طبخك ليا. فبتفتح الهديه وبتطلع هاند كريم فبتشكره عليها، وكمان بتلاقي جوه العلبه دبدوب. فبتفرح جدا وبتشكره تاني. الفنان جاب هديتين مش واحده، شكلنا كده هنشوف قصه حب قريب يا جدعان. كمل معايا الفيديو للاخر بقى. وبتقول له انا مش معرفه حد عيد ميلادي عشان مش بقبل هدايا من الغرباء. فبيقول لها بس انت قبلت هديتي. فبتقول له بصوت شتوي كده عشان انت مش غريب يا واد. فبياخد الصدمه بقى وبيتكسف كده وخدوده بتحمر. ارحمونا بقى يا جدعان من التلزيق ده يخرب بيوتكم. وتاني يوم بتيجي ام جي تزوره، فما شاء الله بيطلع الفنان ابن بار وبيقول لها غوري من هنا يما. فبتقول له انا وابوك بندفع ايجار الشقه يا روح خالتك، فتلم كده بدل ما انت اللي تغور من هنا.
فبيقول لها خلاص ادخلي وربنا على الظالم والمفتري بقى. هي كانت لاقياك على باب جامع ولا ايه يا فنان؟ وبتدخل ام الشقه تلقي نظره، فبيقول لها عرفيني الاول قبل ما تيجي طيب. فبتقول له لا، قلت اطب عليك فجاه كده عشان اعرف انت بتعمل ايه لوحدك ياض. هتلاقيه بيتفرج على قناه المجد، معروفه يعني يا حاجه. وبتقول له الشقه نظيفه ووشك مليان كده، باين انك بتتغذى كويس. فبيتوتر لان شي موجوده هنا، بس هو خباها في اوضه نومه وقال لها انا هشغل امي وانت هربي لما تسمح الفرصه. وبعد كده بتقول الام انها عايزه تتفقد اوضه نومه، فبيتوتر اكتر وبيقول لها لا كله الا خصوصيتي. فبتقول له خصوصيه؟ انت مخبي حاجه شمال يالا ولا ايه؟ فبيقول لها لا ياما شمال ايه، بس انا سكتي دايما يمين. فبتقول له طب تعالى يمين بقى كده، وهوب بتقوم فاتحه الباب وبتاخد الصدمه بقى لانها بتشوف شي نايمه زي الملك حرفيا. فبتقول له يا واد يا جن بقى مرتبط بحبيبه زي القمر كده ومخبي علينا. فبيقول لها لا 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 دي مش حبيبتي اصلا، ما تفهمينيش غلط. فبتقول له يلا مش على امك الكلمتين دول، الشاب اللي بيجيب بنت لاوضه نومه يبقى بيحبها، والبنت اللي بتدخل اوضه نوم شاب بتبقى بتحبه. فبيقول لها لا مفيش الكلام ده، احنا صحاب بس. وفي اللحظه دي بتفوق شي، فبتروح الولايه المسخره دي ترغي معاها وبتقول لها ازيك يا حبيبه ابني. فبتقول لها شي وربنا ما في حاجه بينا. وبعد كده بتحكي لها الظروف اللي حصلت وخلتهم قريبين من بعض. فبتقول الام يا سلام ده القدر بقى جمعكم سوا. فبيتحرجوا هما الاتنين من الجمله دي. وبيقول جي حسبي كده على كلامك يا وليه، ما تفضحناش ويلا بقى من هنا. فبيتغيظوا اكتر وبتقول ماشي يا عم هسيبك مع حبيبتك بقى، وبتاخد رقم شي كمان عشان ترضيها براحتها بقى. وبعد ما بتمشي بيعتذر جيل شي وبيقول لها معلش على العبط ده. فبتقول له لا عادي، ما هو لازم امك تطلع لسعه زيك كده، ده شملي جامد يا ملكه الدشمله. وبتظهر نتيجه الامتحانات وبتطلع شي الاولى على الدفعه كالعاده. فبالليل بيجيب جي كيكه كده عشان يحتفل بنجاحها. فبتقول له انا بطلع الاولى دايما مش حوار يعني. فبيقول لها ما تاخدي الهديه وانت ساكته بقى يا بت. وبيقعدوا جوز الكتاكيت دول ياكلوا بعض في بقهم ويقولوا لا احنا اصحاب بس لازم تعملوا تنفس صناعي لبعض يعني عشان تبقوا حبايب فاسقين. وبعد كده بيقرر جي يطبخ هو بنفسه النهارده. فبتقول له شي متاكد؟ فبيقول لها عيب عليكي هبهرك. وبيعمل عجه بيض وبيقول لها دوقي عمايل ايديا وحياه عينيا. فبتدوق وبتقول له انت مش حاطط ملح ولا فلفل ياض. فبيقول لها نسيت الصراحه. فبتقول له انت منك لله. وبتعمل له هي بقى عجه بيض كما يقول الكتاب. وبتقول له هبقى اسيبك تساعدني في الطبخ، ممكن تقطع الخضار مثلا. فبيقول لها ده شغل اطفال كده. فبتقول له ما انت اللي بطيخه خالص في الطبخ. ما خلاص يا فنانه ما كانتش رشه ملح يعني اللي نسيها. وفي المدرسه بتطلب شو من جي انهم يعملوا حفله الكريسماس في بيته السنه دي. فبيقول لها مش هينفع، لكنها بتفضل تلح عليه لحد ما بيوافق. ولما بيرجع الشقه بيسال شي هتعملي ايه في الكريسماس. فبتقول له والله يا ابني هقضيه لوحدي مش هعمل حاجه مميزه. فبيقول لها مش هتحس بالوحده كده. فبتقول له بنبره حزينه لا عادي انا متعوده بقى. فبيتصدم وبيقول له وهو محرج انا واصحابي جايين ليله الكريسماس بس باقي الايام هبقى فاضي، تحب اقضيها معاكي؟ فبتتحرج هي كمان وبتقول له موافقه، انا عايزه اجرب البتاع ده. وبتشاور على البلاي ستيشن. فبيقول لها وماله هعلمك. وبالفعل بيجي كو شوف ليله الكريسماس والدنيا بتمطر تلج. فبيطلعوا البلكونه عشان يتفرجوا بس بياخدوا صدمه مدويه حرفيا لما بيشوفوا الملاكشي في البلكونه التانيه وبيسالوها بتعملي ايه هنا. فبتتصدم جدا وبيجي جيل اللي كان مخبي عليهم وبيتصدم هو كمان، ناقص بس الحاجه ام ابراهيم اللي في التالت تتصدم هي كمان. وبعد كده بيقعدوا الرباعي مع بعض وبيحكي جي وشي لكو شو كل الحوار من اوله لاخره. فبيخربها الواد كو المسخره وبيقول ده انتوا علاقتكم اقرب من متجوزين كده. فبتتحرج شي وبتقول له مفيش الكلام ده يلا احنا جيران مش اكتر. وبيقول جي وانا ما عنديش اي مشاعر ناحيتها فخف كده ياض يا حريقه انت. فبيسالوا كاو والدبدوب بقى كان ليها هو والهاند كريم. فبيقول له هو محرج ايوه. فبينزل الواد المسخره ده هو وحبيبته تريقه وتلقيس على جيل غلبان. وبعد كده بيقول لهم علاقتي مع شي عاديه خالص بس برضه لو حد عرف ممكن تحصل مشكله، فاكتم ياض انت وهي عشان ما تفضحوناش. فبيقول له كاو عيب عليك سرك في بير يا اخويا. وبتقول له شي ما تقلقش حتى لو قلنا محدش هيصدق ان الملاك معبرك انت. الفنان عمال يتجلد من طوب الارض حرفيا يا صديقي الاوتاكو. وبتقرب شو من شي وبتقول ايه الحلاوه والطعمه دي يا بت، بشرتك صافيه وشعرك ناعم وطويل وجسمك عود فرنساوي كده، قولي لي روتين اي حاجه يا فنان الله يسترك. فبيقول لها جي وربنا لو حطيت 200 حاجه هتفضلي معفنه كده بمنظرك ده. ايوه يا فنان اجلد انت كمان بقى ما ترحمهاش. وبيقعد كو شويه يتكلموا مع شي ويتعرفوا عليها وبيصاحبوها كمان. وبعد ما بيمشوا بتعمل جيل شي اكله طرش وهي يخنه لحم فبتعجبه جدا وبيكون سعيد كده ومنشكح. وبيقول لها الاكل بتاعك بيدخل البهجه على قلبي والله يا بنتي، انا مبسوط اني باكل من ايدك كل يوم. فبتتكسف البت شي بس بتفرح في نفس الوقت وشكلها كده هتقع في حبه. تقريبا الانمي بيحاول يبقى رومانسي بس لسه الدنيا بعافيه شويه. وتاني يوم بيعلم جي شي ازاي تلعب البلاي ستيشن وبتحصل بينهم مواقف رومانسيه ملزقه كده من اللي احنا حافظينها بقى. وبعد كده بيديها هديه بسيطه بمناسبه الكريسماس وبيقولها دي من بابا نويل انا ماليش دعوه. فبتفتحها وبتلاقي بوك شيك كده فبتفرح جدا وبتقول له طلع عندك ذوق ياض عكس المتوقع. فبيقول لها عكس
المتوقع عليه ان شاء الله. فبتقول له انت مش شايف انت بتلبس ايه ياض؟ كانك واحد متشرد بالظبط. لو مركز صديقي الاوتاكو قول لي قصف الجبهه ده رقم كام اللي بلعه الواد ده، ولو جاوبت صح هديك سندوتش شاورما. هو بعد كده بتديله هديه كريسماس برضه وهي سكارف قطن، فبيشكرها جدا وبيقول لها انا مبسوط اني بشوف ابتسامتك دي كل يوم، عباره عن سر ببلاش كده. طب ما تعترف لها بحبك وتنجزنا بقى يا فنان بدل المحن اللي زهقتونا بيه ده. وتاني يوم بيلاقي جي وش شي محمر كده، فبيقول لها انت عيانه؟ فبتقول له لا ده شويه صهد بس. فبيقول لها قيسي حرارتك بالترمومتر عشان اتاكد. فبتعمل كده وبتكون حرارتها 38. فبيقول لها ده اللي صهد يا بنتي؟ طب اسمحي لي بقى. وهوب بيقوم شايلها قبح. لا ده انا اللي خدت الصدمه بجد دلوقتي. وبتقول له هي محرجه انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها هاخدك اوضتك ترتاحي، جه دوري بقى ان انا اعتني بيكي. فبتقول له لا يا عم عيب تدخل اوضه نوم بنت. فبيقول لها خلاص تعالي في اوضتي. اهي كده معقوله شويه، قضا اخف من قضا برضه. وبتوافق البت الفاسقه دي تروح اوضه نوم وترتاح فيها. والواد الفاسق ده كمان ما بيصدق وقعد جنبها وهو ماسك ايدها. طب الحمد لله انها جت لحد الايد يا عيال يا فاسقين انتوا. وتاني يوم بيفضل يدردش معاها وبيقول لها تعافي بسرعه بقى. فبتقول له ليه؟ فبيقول لها عشان مش حابب اشوف الشخص اللي بقضي وقتي معاه مريض. الفنان ناوي يقضيها محن طول الانمي تقريبا وفاكس للاعتراف بقى. يخرب بيت تلزقكم يا جدعان انا قربت ارجع. وطبعا البت المسهوكه دي بتتكسف هي كمان كده وسو كيوب بقى والجو الملزق ده. وبتيجي ليله راس السنه اخيرا. فبيقول جيل شي كل سنه وانت طيبه. فبتقول له انت طيب يا اخويا ويا رب علاقتنا تفضل كده في السنه الجديده كمان. وبيبعت كول محشش رساله لجي وبيقول له تلاقيك قاعد تقضي ليله راس السنه دلوقتي مع شي والع معاك يا عم الله يسهل لك. فبيقول له جي تبا لك ياض. وبتبعت له ام المسخره دي نفس الرساله. فبيقول لها تبا لك يا وليه يخرب بيت اخلاقك يلا. وفجاه بتنامش على كتفه. فبيقول شكلها كانت بتتحامل على نفسها عشان تطبخ كل اكلات السنه الجديده. وبيحاول يفوقها لكنه مش بيعرف وبتقع في حضنه كده. يخرب بيت الصدف برضه يا جدع. فبيبص عليها كده ودماغه حادفه شمال الواد الفاسق ده. بس في اخر لحظه بيهدى كده وبياخدها للسرير تنام. وبيقول لنفسه تركت حب الفتيات لانني رجل تقي زاهد وقوام. الله عليك يا اخي في الله. وتاني يوم بيروح يشق عليها بس الصادم انها بتكون لسه نايمه. فبيقول هي تعبانه جامد ولا ايه؟ وبيروح يلعب في خدودها كده. فبتفوق سبحان الله. لا وكمان بتكون حابه الموضوع. كفايه محن وتلزيق بقى يا جدعان. صديقي الاوتاكو السنجل تلاقيه قاعد بيعاني دلوقتي. المهم بتقول له البت الفاسقه دي انت بتحب تلعب في الخدود ولا ايه يالا؟ فبيقول لها وما تسيبيش نفسك كده انا راجل برضه وربنا. فبتتحرج البت الخضراء الشريفه دي على اساس انها بريئه وكده برضه. وهي ما شاء الله بتروح تطبخ له وتنام في اوضته كمان. لا حاجه قمه في الاخلاق والله يا فنانه. وبعد كده بيجي ابو ام جي يزوروه بمناسبه السنه الجديده. بس بتكون امه جايبه شنطه هدوم فشكلها كده ناويه تبات عنده. وبيتعرف ابوه على شي وما شاء الله بيقعد يتكلم معاها على اساس انها حبيبته. فبيقول لها مثلا اعتني بالواد جي في غيابي وخليكي لطيفه معاه ولو زعلك قولي لي بس وانا هدشمله. لو الفنانه بترد عادي كأن مفيش حاجه غلط وبتقول له حاضر يا عمو. لو تكاليف الفرح غاليه طيب قولوا لي وانا هدفعها بس اتجوزوا وخلصونا بقى يخرب بيتكم. وبتقول الام انا جايبه كيمونو لشي عشان تلبسه ونروح سوا المزار. فبتوافق شي تروح معاهم. والمفروض اصلا صديقي الاوتاكو حسب التقاليد الام تاخد مرات ابنها للمزار ده. فاللي هو حرفيا معتبره شي مرات ابنها خلاص. والفنان عادي خالص. المهم بعيدا عن العبط ده بتلبس شي الكيمونو فعلا. واول ما بيشوفها الواد جي عينه بتطلع قلوب حرفيا. وبيقول لها انت جميله وكيوت قوي. فبتتحرج وبتقول له انت كمان جميل وكيوت قوي وانا هرجع من المحن ده جامد قوي. وبيروحوا للمزار وحرفيا كل الناس بيبص عليهم من جمالهم. وبعد ما بيصلوا ويدعوا بيروحوا يشربوا نيله. ابليس دلوقتي اكيد جاله ايرور وقاعد بيقول ماذا تفعلون يخرب بيوتكم. المهم بعد العبث ده بيودع الاب والام جي وبيقولوا له ما قعدناش كتير بس المره الجايه دورك بقى تزورنا انت وشي. فبيقول لهم حاضر في الاجازه الصيفيه ان شاء الله. وتاني يوم بيسمع جي في المدرسه شويه بنات بيتكلموا وبيقولوا في اشاعه بتقول ان الملاك شي ارتبطت عشان كانت رايحه للمزار امبارح مع شاب. فبيرجع جي الشقه وبيقول لشي. فبتقول له مش مهم الحمد لله انهم ما عرفوش انك الشاب ده كانت هتبقى مشكله. فبيقول لها حتى لو عرفوا مستحيل يصدقوا ان حبيبك ده انا ذات نفسي مش مصدق. الفنان بيطبق مقوله رحم الله امرؤ عارف قدر نفسه. بس فجاه بتتعصب شي وبتقول له ما تقولش كده تاني انت شاب جميل وكيوت ومحترم وجدع. كملوا الجمله بقى يا اختي وقولي لي حبيبي يكش نخلص. وطبعا بيتحرج الواد الملزق ده وبيقول لها شكرا على ذوقك. وبيقوم يغسل المواعين عشان يخلص من الاحراج اللي هم فيه ده. وبعد كده بتيجي شو وبتقول لي جينا عايزه نصيحتك في حاجه مهمه جدا. احنا في شهر فبراير وانت عارف بقى اكيد. فبيقول لها عايزانا اساعدك في امتحانات نص السنه. فبتقول له امتحانات ايه يا عم انا بتكلم على عيد الحب دي في عالم موازي حرفيا. فبيقول لها عيد حب عليا الطماطم بالثلاثه انت هتشليني. فبتقول له بعد الشر عليك يا صاحب حبيبي. فبيقول لها طب انجزي يا زفته عايزه ايه من صاحب
صاحب حبيبك. فبتقول له عايز اعرف ايه نوع الشوكولاته اللي بيحبها كاو. فبيقول لها ديسباسيتو عشان باقي الانواع مقاطعه. لا تحيه بجد للفنان. وبتقول له هجيب لك انت بقى نوع طرش من عمايل انا شخصيا، هل تفكر فيما افكر فيه صديقي الاوتاكو؟ وبتسال شي هتقدمي شوكولاته لمين بقى؟ فبتقول لها لا مش هدي اي شاب انا سنجوله. فبتقول لها شو خلاص هجيب لك شوكولاته حلوه يا بت، وما تقلقيش هتبقى صالحه للاكل مش زي بتاعه الواد جي اللي انا فكرت فيه طلع صح تقريبا. فبيقول لها سمعتك على فكره يا بنت اللذينه. فبتقول له خلاص انت الخسران، ده انا كنت لسه عاملاها طازه الله يقرفك يا شيخه. وتاني يوم في المدرسه بيشوف جيكا والبنات عديمه الكرم عمالين يريلوا على شاب وبيدوا له شوكولاته كتير جدا وبيعترفوا له بحبهم. وده بيبقى دو الواد الباد بوي بقى اللي بنلاقيه في اي مدرسه والبنات بتكراش عليه. وبيسال كوجي متوقع حبيبه القلب تجيب لك شوكولاته؟ فبيقول له لا دي مش حبيبتي فمستحيل تجيب لي. وبتيجي شو تاخد كو وبيمشوا. وبيروح جي يدي دو كيس وبيقول له اتفضل عشان تعبي كل الشوكولاته دي. فبيتصدم دو جدا من تصرفه ده. ولما بيرجع جي البيت بتعمل له شي هوت شوكليت فبيستغرب وبيقول لها اشمعنى النهارده حاجه غير الشاي ده عشان عيد الحب وكده؟ فبتقول له ايوه. وبتفضل قاعده محرجه ووشها احمر زي الطماطم كده، ده احنا هنكون متنا وهم لسه بيلمحوا لبعض كده من غير ما حد يعترف للتاني. الله يخرب بيوتكم بجد يا جدعان. وبعد كده بتتحرج البت الملزقه دي وبتمشي. والواد الجلح ده ما فهمش التلميح وبيقول انا عملت حاجه غلط طيب ولا ايه؟ ده انت الغلط شخصيا يا فنان. وبيروح وراها بس بيتصدم لما بيلاقيها سايبه علبه على الباب ومعاها رساله بتقول فيها دي حاجه بسيطه كده عشان بتعتني بيا دايما. وبيفتحها فبيلاقي شوكولاته بالبرتقال وبتقول له في ملاحظه سمعتك بتقول انك مش بتحب الحاجه المسكره جدا فعملت لك مع الشوكولاته برتقال عشان تبقى سويت اند ساور. فبيتصدم الواد جدا وبيفهم اخيرا التلميح. الله على ذكائك يا ابني. وبياكل الشوكولاته بالبرتقال دي فبتعجبه بالفعل. وتاني يوم بيجي دو يشكره على حوار الكيس ده. ولما بيروح بيقول لشي تحب اقدم لك ايه مقابل هديه امبارح دي؟ فبتقول له مش عايزه حاجه دي هديه. فبيقول لها عارف بس انا حابب ارد المشاعر على الاقل. فبتقول له كل اللي تجيبه حلو انا عايز حد يقنعني ازاي دول مش حبايب. وبيردوا على بعض كده ده انا لو قلت لواحده كده هترزعني شلوت يجيب اجلي صح ولا ايه يا صديقي الاوتاكو؟ ما علينا. المهم بيقول لها خلاص انا هفكر في حاجه انت بتحبيها. فبتقعد البت الملزقه المسهوكه دي تقول له كلام رومانسي كده ما اعرفش ازاي برضه. وبتساله عن عيد ميلاده فبيقول لها 8 نوفمبر. فبتقول له وعده هنحتفل بيه السنه دي مع بعض يعني الفنانه ناويه تفضل معاه لحد اخر السنه. ده انتوا عداد ذنوبكم عمال يعد وهتتشلوحوا في جهنم. وبعد كده بيروح يشتري لها هديه من محل الاكسسوارات وبيرجع يديها لها. فبتفتحها وبتطلع اسواره فبتعجبها جدا وبتطلب منه يلبسها لها. فبيعمل كده ولا كانهم اتنين مخطوبين مش مرتبطين بس. وتاني يوم لما بيرجع من المدرسه بيلاقيها في بيته ولابسه المرياله وبتقول له اهلا بعودتك. فبيتحرج الولا وبيقول في نفسه دي بتتصرف كانها مراتي بالظبط، احنا بنتعرض للعبط الرومانسي اقسم بالله صديقي الاوتاكو. وتاني يوم في المدرسه بيجي كاوي يقول لي جي صاحبي وحبيبي واخويا ولسه هيكمل. فبيقول له اخلص يا طبله عايز ايه؟ فبيقول له كاوي اتخانقت مع ابويا النهارده وطردني من البيت ممكن ابات عندك 3 ايام بس؟ فبيقول له تمام بس لازم نعرف شي الاول. وبيروحوا يقولوا لها فبتوافق عادي وبتقول له تنورنا يا عمنا. الفنانه رمز في الحنان والاحتواء بجد يعني ما شاء الله ماشيه بمبدا خش يا صاحبي هتجيبك. وبيقعد كاوي يتعشى معاهم فبينبهر من حلاوه الاكل وبيقول لي جي يا ابن المحظوظه يا فوزي بتاكل من ايدها الحاجات الجامده دي كل يوم؟ فبيقول له قل اعوذ برب الفلق اسكت لا يجيلي تسمم غذائي اللي منك لله. وكالعاده الواد المسخره ده مش بتتبل في بقه فوله فبيعرف شنه اكل شي طرش. فبتيجي هي كمان وبتقول هاكل معاكو متلازمه كركر ملت البلد يا جدعان. وبيقعد الواد جي والبت شي يسبلوا لبعض عين عينك كده فبيشوفوهم كوشوا وبيقولوا كل ده وبتقولوا انكم مش مرتبطين دول رومانسيين اكتر مننا. فاللي هو ازاي يعني؟ اسال الكاتب انت بقى يا فنان. وبتاكل شو من اكل شي فبتنبهر هي كمان وبتقول يا رب ابقى زيك في يوم من الايام. فبيجلدها جي على السريع كده وبيقول لها ما انت لو تتعلمي الطبخ وتفكك من المحن والتلزيق مع الواد كاو هتبقي زيها. وتاني يوم بيمشي كاو من شقه جي عشان يروح بقى يعيش مع شو. ده انتوا هيتعمل منكم كباب مشوي في جهنم يا ولاد الذين يا فسقه. وبيكون جي راجع الشقه وفجاه بيشوف واحده غريبه عماله تهزق شي وبتقول لها انت مصدر ازعاج ومش عايز اشوفك ولا اسمع منك حاجه وبعد ما تخلصي دراستك علاقتنا هتنتهي تماما. فاول ما بتمشي الست دي بيروح يسال شي عنها فبتقول له دي امي وما تشغلش بالك بيها هي كده من زمان. فبيتصدم جدا وبيمسك ايدها وبيقول لها تعالي اقعدي معايا. وطبعا ده عشان يخفف عنها شويه. فبتقعد معاه وبتحكي له قصتها اللي اتعصب جدا بامانه ابوها وامها البهايم دول لان ده اصدق وصف ليهم بصراحه. كانوا متجوزين جواز مصلحه كده عشان شغل وبتاع فكانوا مش عايزين يخلفوا عشان مش طايقين بعض بس بالغلط في مره بقى خلفوا شي. فقاموا البهايم دول رميانها بعيد تتربى لوحدها لحد ما كبرت وهي راحت مجمع الشقق الحالي تعيش فيه. وكل اللي بيعملوه بس انهم بيدفعوا لها نفقات المعيشه اكل وسكن ودراسه وكده يعني لكن يعترفوا بيها كبنتهم لا مفيش الكلام ده. انا مش هعلق قول لي رايك انت صديقي الاوتاكو في التعليقات. وبتقول شي كمان انها اشتغلت على نفسها وبقت دحيحه ورياضيه وكل الحاجات دي عشان تعوض احساسها بالنقص انها مش مرغوب فيها بعد ما البهايم دول اتخلوا عنها. وطبعا بعد ما بيسمع جي القصه دي بيتصدم جدا وبيفضل يواسيها وبينسى الفنان نفسه فبيطلق
مشاعره الحقيقيه وبيقول لها انت مش معيوبه، بالعكس ده انت بيرفكت، وانا عن نفسي بحبك وبهتم لامرك وعايز احميكي. فبتاخد بقى الصدمه بقى وبتتحرج جدا. فبيدرك الحاج ده انه جاب العيد وبيقول لها لا لا مش قصدي، انا بحبك كصديقه زي كو شو، ما تفهمينيش غلط. خلاص يا فنان الكلمه طلعت وربنا ما هي راجعه تاني. وبعد كده بيخرجوا يتمشوا وفجاه بتقف شي وبتحضنه من ظهره كده، فبيتصدم جدا وبيتحرج وبيقول لها في ايه. فبتقول له كنت عايز اشكرك على كلامك ليا، بجد فرق معايا جدا. فبيقول في نفسه لو الوضع استمر بالشكل ده هقع في حبها وربنا. وتاني يوم بيروح جي يلعب لعبه في صاله الاركيد وبيكسب جوائز كتير جدا. فبيجيب الجوائز وبيديها لشي كتعبير عن الشكر، وبتكون عباره عن دباديب كتير، فبتفرح بيهم جدا وبتتحرك كده. فبيقول لها انت كيوت قوي. وتاني يوم لما بيجي جي وكاو في الفصل بيجي دو يعزمهم ياكلوا معاه، فبيستغربوا جدا وبيسالوا كاو ايه اللي حصل فجاه. فبيقول له دو انا لاحظت ان جي شخص طيب ومجتهد، فانا عايز ابقى صاحبه واتقرب منه اكتر. فبيقول له جي وماله، اهلا وسهلا بك يا عم تشرفني. بس بيلاحظ ان شي بتبص عليه وهي متضايقه. فلما بيروح بيسالها مالك النهارده كنت متضايقه ليه، انا عملت حاجه غلط؟ فبتقول له لا انت تمام، انا اللي دماغي تعبانه. فبيقول لها يعني ايه مش فاهم. فبتقول له انا متضايقه ان دو بقى صاحبك وواقف يكلمك قدام الكل كده وانا لا، ده انت طلعت دماغك تعبانه بجد بقى ما بتكدبيش. فبيقول لها بس انت حاله خاصه، وبعدين الناس هتتصدم لو الملاك راحت تتكلم مع الواد الانطوائي النرد ده. فبتقول له ما تقللش من نفسك كده يالا، قلت لك انا عايزاك تثق في نفسك بدل ما اروح اقول للطلاب انك شخص جامد، انا عبيطه واعملها. فبيقول لها لا ابوس ايدك مش ناقصه احراج. فبتقول له خلاص عندي فكره حلوه، هنبدا نعمل نفسنا بنقرب من بعض واحده واحده لحد ما نبقى قريبين جدا قدام الكل، فنخرج مع بعض عادي. فبيقول لها ماشي ربنا يستر بس. وبالفعل بتبدا الحوار. فلما المدرسه بتطلب من الطلاب يعملوا تيم سوا للطبخ بتروح تطلب منه ينضم لها، وطبعا زمايلها بيستغربوا شويه وبيقعدوا يتكلموا عنهم. وبيكون التيم بتاعهم في جزء المحششين كوشوا وبيقعدوا كلهم يشتغلوا مع بعض لعمل وصفات الاكل بتاعتهم. وبتحصل زي حادثه كده من احد الطلاب وكانت شي هتتحرق، لكن بينقذها في اخر لحظه جي وبيدي الطالب ده كلمتين في وشه، ايوه بقى طلع الراجل اللي جواك يا فنان ابهرنا كده. وبتمر الايام وبيجي ميعاد الاسبوع الذهبي، وده اسبوع كامل اجازه من المدرسه عشان كده اسمه الذهبي. فبيسال جي شي ايه خطتك للاسبوع الذهبي. فبتقول له هعلم شو الطبخ وباقي اسبوع كده فاضي ما خططتش لحاجه تانية. فبيقول لها انا متفرغ تماما طول الاسبوع الذهبي. فبتقول له ممكن اطلب منك طلب، عايز اخد يوم واحد من الاسبوع الذهبي بتاعك نخرج كده نتفسح ونتسوق مع بعض. طب ما تقولي له ديت يا فنانه، اصح نسيت انتوا مفيش حاجه بينكم واخوات بقى. وطبعا الفنان اسمه جي سقه اللي ما بيقولش لا وبيوافق على طول. وبتقول له انت في مكان محدد عايز تروح له عشان نستمتع سوا. فبيقول لها مقهى القطط. فبتقول له خلاص نروح مقهى القطط وبعد كده نتسوق وبعدها نروح صاله الاركيد نلعب كام جيم كده ونتسلى. فبيقول لها قشطه نعمل كده سوا. وبتيجي شو عشان تتعلم اول دروس الطبخ مع شي، وبتجيب الواد جي عافيه كده عشان يتذوق الاكل اللي هتطبخه. فبيقول لها اعملي حاجه تتاكل بقى ابوس ايدك. فبتقول له عيب عليك ده انا هبهرك. وبالفعل بتعمل وليمه رايقه كده بمساعده شي. فبيدوق جي الاكل وبيقول ياه اخيرا عملت اكله تصلح للاستخدام الادمي. فبتقول له اي خدعه ده الواد كاو هيزقطط النهارده. وبتودعه هو وشي وبتمشي. وبتسال شي جي البس ايه بكره في الخروجه بتاعتنا. فبيقول لها اي حاجه محتشمه وخلاص. فبتفجرها البت وبتقول له استناني يالا انا هخليك بكره تنبهر مني. فبيقول لها ايه ياما انت بتفهمي بالعكس ولا ايه؟ طب خلاص البسي حاجه زي الزفت. وتاني يوم بتيجي تاخده عشان يمشوا وبيمسكوا ايد بعض وبيروحوا فعلا مقهى القطط وبيفضلوا يلعبوا مع القطط اللي هناك. وبعد كده بيروحوا المول عشان يتسوقوا وبيكون في بنتين عايزين يشقطوا الواد جي، بس بتيجي شي تنجزه كده وبتاخده وبتمشي وهي غيرانه عادي بقى يا صديقي الاوتاكو، غير الصحاب مفيش حاجه بينهم دول اخوات بس. وبعد كده بيروحوا صاله الاركيد يلعبوا وبتكسب شي دبدوب على شكل قطه. فبتدي لجي كهديه بما انه بيحب القطط وكده يعني. وبالصدفه بيكون دو معدي فبيشوفهم وبيقول انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه يا كتاكيت. فبتتحرج شي وبتقول له لا ده مش حبيبي. وبيحكي له بقى جي الحكايه كلها. فبيفهم الليله وبتطلب شي منه ما يقولش لحد انها وجي قريبين من بعض كده. فبيقول لها عيب عليكي مش بكشف اسرار انا. وبعدين جي بقى صاحبي دلوقتي فمش هخسره عشان سبب تافه يعني. احلى تحيه للفنان السالك ده يا جدعان. وبيكون عيد الام خلاص قرب. فبتسال شي جي ناوي تعمل حاجه مميزه لامك. فبيقول لها لا زي كل سنه ورد بلاستيك من المكتبه مع طقم كوبايه وبارك الله فيما رزق. الواد ده في عرق مصر اصيل يا جدعان. فبتقول له شي ليه طيب. فبيقول لها انا مش في البيت عشان اقدر اساعدهم او اعمل حاجه زياده. فبتقول له انت سبت البيت ليه اصلا. فبيقول لها دي قصه طويله كده. فبتقول له احكي انا سامعاك. فبيقول لها تمام زمان كنت عايش حياه سعيده لان عيلتي غنيه، بس للاسف اكتشفت ان 3 عيال كانوا عاملين نفسهم صحابي عشان بس يستغلوني ماديا وابقى الفيزا بتاعتهم حرفيا. فوقتها فقدت الثقه في كل اصحابي وقررت اسيب البلد وجيت هنا عشان ابدا صفحه جديده. اما قصه عبره بصحيح يالا اثرت فيا. فبتقول له شي يا ابني انا لو كنت معاك وربنا كنت عملت الجلاشة مع الاوغاد دول ما شاء الله البت طلعت ارجل منه. فبيقول لها الواد النايت ده خلاص بقى كل ده من الماضي. فبتقول له عموما انا هعمل زي ما عملت معايا وهدعمك وهفضل جنبك دايما واتمنى ما تفقدش الثقه فيا. فبيتاثر الولا وبيشكرها على كلامها ومشاعرها دي. فبتقوم واخداه في
حضنها على طول، علم ملزقين على ابو تلزيقه. وبيقرر الواد جي يتمرن كل يوم عشان يبقى قوي ويسد قدام اي حد يتنمر عليه او يستغله. ولما بيقول لي شي كده بتتريق عليه وبتقول له يا عم عيش حياتك عادي الاول بدل السبهلله اللي انت فيها دي، كفايه بقى يا فنانه. الواد بيحاول يتعافى من التروما، وبعد كده بيحلم الواد الفاسق ده بحاجات مش لازم اقولها يعني صديقي الاوتاكو، فبيكون متوتر كده وبيتجنب شي طول اليوم. فبتلاحظ ده وبتقول له انا عملت حاجه ضايقتك ولا ايه؟ فبيقول لها لا انا بس اللي فيا حاجه كده شاغله بالي. فبتقول له ايه هي؟ فبيقول في نفسه يا نهار اسود هقول لها ازاي دي؟ وبيقول لها ما يصحش يا اختي. فبتقول له انت اكتر شخص بريء شفته في حياتي على فكره. فبيقول لها وانت اكتر شخص جريء شفته في حياتي على فكره برضه. بس بعد كده البت الفاسقه دي بتخرج عن السيطره حرفيا، وبتقول لي جي لو رتبت من العشرة الاوائل على الدفعه هنفذ لك اي طلب انت عايزه. فبيتحرج الولا وبيقول لها اي طلب اي طلب. فبتقول له ان شاء الله يكون الجن الازرق هجيبهولك. انا بقول صديقي الاوتاكو نروح انا وانت كده نوقد البت الفاسقه دي قبل ما تبوظ الدنيا. وطبعا الواد ما بيصدق وبياكل الكتب حرفيا. وبعد كده بتيجي بقى الشله كوش وبدو عشان يذاكروا معاهم. وبتمر الايام وبتظهر اخيرا نتيجه الامتحانات وبيطلع جي في المركز السادس. فبتيجي البت الفاسقه دي تقول له ابسط يا عم النهارده هتبقى خراب. بس تخيل صديقي الاوتاكو الواد ده طلب منها ايه؟ لا مش اللي في دماغك، صف النيه صديقي الاوتاكو. الواد المسهوج ده طلب تسرح له شعره بس البت الفاسقه دي بتيجي تاني يوم وهي لابسه لبس فاسق زيها وبتقول له ايه رايك اروح المدرسه بيها عادي؟ فبيقول لها ليه هو انت شايفاني سوسن؟ فبتقول له يا لهوي على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. فبعد الدشمله دي بيقول لها خلاص روحي زي ما تروحي انا مالي احنا اصحاب بس اصلا. فبتقول له يو خلاص بقى يا ولا ما تتقمصش كده، انا اصلا جايبه الشراب الاسود الطويل وهلبسه اهو بس كنت بنكشك شويه كده. فبيقول لها طب وغوري بقى من هنا يا بنت اللذينه. وفي المدرسه بيشوف جي ودو الاخت ماشيه ومعاها ورق كتير كده. فبيسالها جي ايه كل ده؟ فبتقول له المدرس طلب مني ارتب منشورات اليوم الرياضي دول. فبيتطوع هو ودو عشان يساعدوها. واثناء ما هم قاعدين في المكتب بيسمعوا كذا بنت معديين بيتكلموا وبيقولوا البت شي دي طلعت شيطان مش ملاك، دي بتغوي الطلاب وتتمحلس على المدرسين وكل شويه تتكلم عن صديقها العزيز المجهول ده. فبتعمل شي نفسها من بنها لكن جي بيتضايق. ولما بيروح البيت بيسالها انت مش متضايقه من كلام البنات بتوع المدرسه؟ فبتقول له لا عادي انا سمعت الكلام ده كتير فتعودت بقى، وبعدين يا ابني في بنات كتير مش بتطيقني اصلا، احنا صنف حربوه واصفر بجد وشاهد من اهلها يا صديقي الاوتاكو. فبيقول لها دول بس عشان شايفين منك شي شخصيه الملاك خطافه الاضواء، لكن لو اتعاملوا معاك انت شي الانسانه هيحبوك جدا. وبيقعد بقى يمدح فيها ويطبل شويه فبتتاثر وبتقول انا كنت بحاول ابقى شخصيه كويسه كملاك بس مؤخرا زهقت وحسيت اني بقيت عايز ابقى على طبيعتي كده، وده لان في شخص كده شافني على طبيعتي وتقبلني فحبيتها واخد بالك انت. فبيقول لها ايوه وصلت وربنا انا مش غبي للدرجه دي يعني. فبتقول له عشان كده بقى مش هحاول ابذل جهد تاني عشان ابان الملاك الخارقه اللي مفيش منها اتنين. فبيقول لها حلو قوي انا مبسوط منك انك بقيتي تفكري بالطريقه دي، وبيدعمها في قرارها ده بكل ايجابيه. فبتقول له انا اللي مبسوطه بيك لانك شخص مميز ورائع جدا. وبعد كده بتفجرها بجد بقى وبترزعه واحده تنفس صناعي وبتجري لا فاسكه بجد يعني مش هزار صديقي الاوتاكو. والواد ده خد الصدمه بقى وقاعد متنح كده ومش مستوعب اللي حصل ده. ولما بيروحوا المدرسه وبيقابلوا بعض بيتحرجوا هما الاتنين كده ومش بيتكلموا. فبيلاحظ كوده وبيسال جي انت متخانق مع شي ولا ايه؟ فبيقول له لا مش متخانقين بس حصلت حاجه كده يعني فبنحاول نسيب مسافه بين بعض. فبيقول كاو يا ابني هتفضل جبان كده لحد امتى؟ فبيقول له انا مش عايز اخد خطوه الا لما اتاكد انها بتحبني. تتاكد ايه بعد كل اللي بتعمله ده ياض؟ انت هتشلني يخرب بيتك انا وصديقي الاوتاكو اللي حيلتي. فبيقول له دو لا انجز يابا انا صبري بدا ينفذ اقسم بالله. فتلحلح كده بدل ما نحطك قدام الامر الواقع انا والواد كاو. وبعد كده بتعتذر شيل فاسكه لجي على اللي هببته ده. فبيقول لها ليه عملت كده طيب؟ فبتقول له كانت لحظه عابره وما قدرتش امسك نفسي. لا اذا كان كده يجوز في شارع الشيخ البتنجاني. وبترجع الامور بينهم عادي مره تانية وبيسالها سجلت اسمك في ايه في اليوم الرياضي؟ فبتقول له سباق البحث. فبيقول لها بصره انا كمان سجلت في سباق البحث. وبيبدا اليوم الرياضي اخيرا. فبتيجي شو تقول لجي انا المسؤوله عن سباق البحث ياض يعني هبهرك. فبيقول لها انا مش مطمن ربنا يستر والليله دي تعدي على خير. وبتكون اللعبه عباره عن سباق فريق ابيض ضد فريق احمر وكل لاعب من كل فريق هياخد ورقه ولو متطابقين هيروحوا لخط النهايه سوا ويقراوها. وبيبدا السباق فبياخد جي لاعب الفريق الاحمر ورقه وفجاه بتيجي شي لاعبه الفريق الابيض وبتقول له انا معايا ورقه متطابقه معاك. فبيروحوا سوا لخط النهايه وبتاخد شو الورق منهم عشان تقراه. وبتقول ورقه جي مكتوب فيها انت شخص جميل بفكر فيه دلوقتي صح ولا لا؟ وبتقول ورقه شي مكتوب فيها صح ده انا شخص عزيز عليا. وفي اللحظه دي بيتصدم كل الموجودين حرفيا وحتى جي بيتصدم. بس البت السوسه شي مش بتتصدم يعني بالبلدي كده صديقي الاوتاكو اتفقت مع شو عشان يظبطوا الورق. وبعد اللي حصل ده خلاص بيعرف الكل ان شي وجي في علاقه مع بعض. فبيهجم على جي زمايله في الفصل وهتك بقى استجواب وشتيمه وليله كبيره قوي سعادتك. فبيشرح لهم كل حاجه تخص علاقته بشي. فبيتعصب واد حربوق كده وبيقول يعني شي ما لقيتش غير ده وتختاره. ففي اللحظه دي بتيجي شي تديله كلمتين في وشه بتخرسه حرفيا وبتقول للكل جي شخص لطيف جدا وحنين
حنين، بيحترمني وبيقف جنبي وقت الشده، وعمره ما قلل من قيمه حد. فبيسكت كل اللي كانوا معترضين وبيمشوا. وبعد كده بيتكلم جوشي في الشقه لوحدهم، وبتقول له انا اسفه ان عملت الحوار ده وخليت الطلاب يحاصروك كده ولفت كل الانظار حواليك بدون اذن. فبيقول لها لا ولا يهمك، انا توقعت اصلا انك عملت كده بالعمد، وعموما انا مش متضايق. واخيرا بعد طول انتظار ربنا بيهدي الفنان، مع ان الانمي بيخلص بس مش مهم. بيعترف لشيب مشاعره انه بيحبها، وبيقول لها ممكن ترتبطي بيا، فبتقول له موافقه. وبيحضروا بعد كده حضن رومانسي اخير هيخلينا ارجع. وبينتهي الانمي صديقي الاوتاكو. وفي النهايه لو عجبك ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك انمياتنا اول ما تنزل. سلام.